لا ما تعيطش، ما تعيطش، انا طالع حد يسند معايا. ايدك من على الشعر بس معلش. عايز ارجع لحد الدقيقه 80 وافضل دايس بوس وافضل مبسوط. هذا عمل كده. انت كنت خايف من هاني، مش خايف من دوكو. عندك حاجه عايز تقولها؟ جرح كبير. عيد ميلاد جرح يعني، النهارده اليوم الثالث على النكسه. انا ما بعدش. انا مش قادر. انا مش عارف اتعافى. لا ما تعيطش، ما تعيطش، انا طالع حد يسند معايا، ما تعيطش. خليك جامد كده. وحشه قوي يا كريم. تعرف ايه اللي يزعلك؟ في حاجات كتير تزعل. تعرف ايه اللي... يعني الماتش كله يزعل. تعرف ايه اللي يقهرك؟ اه ان هي 10 دقايق. ربع ساعه بس. ربع ساعه. انت في ربع ساعه يعني مش يعني ملهاش، ما تفهمش. انت حرفيا في ربع ساعه. قول اللي عندك عشان أنا في كلام كتير جدا عندي. ماشي. بص يا سيدي، نسيت يا عم. احنا تعرضنا لنكسات كتيره في الكرة بالنسبه لمنتخب مصر يعني. خصوصا بعد 2010. خلاص. من ساعه ما خدنا الثلاثيه الملعونه اه واحنا بنتعرض لنكسات احنا ما كناش متعودين عليها. هقول لك بقى على بعض منها يعني. غيابنا عن نسختين من كاس افريقيا، ولا 3-2. غياب. انت اصلا انت بتتكلم في غياب مش عدم فوز بالبطوله. اللي هو انت كنت بتلعب سيراليون واثيوبيا وحاجات زي كده. اول مره اعرف ان في بلد اسمها سيراليون، كان لما خسرنا منها. والواد اللي قدام ده مش فاكر اسمه، بس يعني كان مشهور ساعتها. فانت كنت ايه في القاع خالص يعني، انت مش عارف تتاهل للبطوله اللي انت واخدها 3 مرات. بعد كده ربنا كرمنا وصعدنا كاس افريقيا 2017. وصلنا نهائي. الكاميرون كسبتك امتى؟ اتقدمت على الكاميرون تعادلت معاك، كسبتك في الدقيقه 89. ماشي. تقيله، وجعت صح؟ وجعنا حرفيا. ماشي، استحملنا، دوسنا، يعني استحملنا ودوسنا على نفسنا. وصلت نهائي تاني قدام السنغال. السنغال السنه دي خدتك غسيل ومكوى. اتغلبت بلانتيات. دخلت في تاهل وصلت كاس عالم. ماتش فيصل كاس عالم قدام السنغال، اتغلبت بلانتيات. خلاص. استحملت. استحملتش. انا ما استحملتش. انت استحملت، انا استحملت. فاكر اول يوم عيد ماتش غانا ومصر 6-1؟ كانت تقيله برضه. كانت تقيله بس انت كنتش عامل حسابك اصلا. يعني مش عادي يعني احنا وحشين. كان فريق بلس 35 يعني. وانت وحش، انت ما لعبتش. ايوه انت بلس 35. انت كان عندك مين؟ انت كان عندك عمرو زكي ساعتها يعني. وبعدين ايه؟ انت قاعد بتاكل الواحد في التاني في التالت لحد الستة، فانت قاعد بتتهيأ ان انت يعني رايح في 60 داهية. خلاص. كل المصايب دي هي لا تقارن باخر ربع ساعة في ماتش الارجنتين. هي لا تقارن بيها تماما. ليه بقى؟ احنا بسم الله الرحمن الرحيم رايحين كاس عالم. ثانية واحدة، انت نسيت حاجة. ايه؟ ماتش امريكا. ماتش امريكا بتاع 3-0. بجملتها. لا انا قصدي احنا استوينا، احنا بشلفنا، احنا وشنا اتقطع. ايوه. بس دي غريبة. دي غريبة. احنا كنا بنصحى تاني يوم وعادي يعني، بعد المواقف دي بتبقى خلاص اتكلمت وطلعت اللي جواك وقعدت تقطع في اللعيبه وتقطع في المدرب والكلام ده وخلاص، بتبقى في اسباب يعني. فاهمني؟ بتقعد تقنع نفسك ان في اسباب. وفي افريقيا الاخيره احنا طلعنا وقطعنا عشان السبب باين قدامك. ما عندكش لعيبه، ما عندكش مدير فني، ما فيش خطه يعني. الوضع برضه في افريقيا ما كانش مبشر اطلاقا باي حاجه. عندك بوادر انك تستحمل لو في مصيبه مثلا. واحنا كلنا عاملين حسابنا ان في مصيبه، وكلنا عاملين حسابنا ان احنا هنطلع نقطع. ما فيش حد يعني، انت ما شفتش حاجه. 3 ماتشات مجموعات وكسبان كوت ديفوار كده وطلع يعني، فاهم؟ ملهاش يعني. انت في لحد افريقيا انت ملهاش. انت متهيأ ان في ايه؟ عشان ما فيش حاجه تانية، ان في مستوى وحش ممكن لما تتغلب او تطلع بسيناريو يضايقك، فانت متقبل شويه. جميل، عشان انت بقالك 16 سنه انت كده ماشي. يعني خلاص تمام. انت زي ما انت قلت بتخسر نهائي، فاهم؟ فتتخنق يعني تمام. بس انت بقالك 16 سنه ما عمركش عملت حسابك ان انت
تعمل حاجه زي كاس القارات 2009. اول ماتشين. يعني هي كده كاس القارات اول ماتشين. كاس القارات 2009 ما حدش متوقع، ما كانش برضه حد متوقع. قلت هتنزل تتلب من البرازيل، ند راس براس 4-3، كان فاهم 4-3 يعني انت برضه كتير كسبان ايطاليا بطل الكاس عالم. ف انت دخولك لكاس العالم، الحلقه اللي ما نزلتش، الحلقه اللي احنا بدلناها دي، انت كنت متوقع بثلاث ماتشات وهتركب طياره وتيجي. مش هكسب حاجه. ايوه انت 3 ماتشات 3 تعادلات، وانا قلت لك يا عم طب على الاقل هنطلع احسن توالت. قلت لي لا احنا هنركب الطياره ونيجي. وانا قلت لك لا احنا هنصعد. قلت لك حتى هنتعادل هنكسب بلجيكا، وهنكسب نيوزيلندا، وهنتعادل هنكسب ايران، وحصل. مشكله في اللي بعد كده. لا انا مشكلتي في حاجه تانية خالص. يا عم سيبنا، كل واحد بيتوقع حاجه، وناس كتير توقعت ان احنا هنروح ونتغلب ونرجع، وناس كتير توقعت ان احنا هنروح ونصعد. المشكله في حاجه بقى، ان المنتخب بيجي عليه بطولات يغيب يغيب يغيب، وتيجي عليه بطولات تفضل انت بتعلى معاه بالعشم، والوطنيه بتاكلك، وتبدا تشوف اعلام في الشارع وزمامير، والعيال تلو، والعيال الصغيره هي بقى دي المشكله. خلاص، وتفضل تعلى مع البطوله. يعني انت دخلت ماتش بلجيكا، ماتش بلجيكا ده دي حقن، كل الناس اخذت حقنه الهيطه في ماتش بلجيكا دي، قالت لك بس احنا يا باشا بلجيكا. الناس كانت خايفه من دوكو وهاني. مش على بلجيكا الناس كانت خايفه من ثنائيه دوكو وهاني. ما سمعناش عن دوكو اصلا في البطوله خالص، ملوش اصلا تاريخ في البطوله. معلش انت كنت خايف من هاني، مش خايف من دوكو. تمام. لا هو خوفنا من هاني في محله يعني يعني هو الراجل حقق لنا امنيتنا يعني. بس الراجل لا عمل بطوله. لا هو مش هو لوحده، هو جميل. انا قصدي ان انت دخلت ماتش بلجيكا ده طلعت منه بشويه ثوابت كده، لان احنا رايحين هنعمل حاجه، يلا بينا نقف مع الفرقه. جميل. ولا هنهاجم بقى، ولا هنقطع، ولا وحصل. وخدت ماتش في الثاني في الثالث، العشم بيطلع والاداء بيطلع والعيال انسجمت والاجواء بتاعتنا ماشي. دخلت ماتش استراليا، ماتش استراليا دي في كاس العالم 2022 بتاع قطر، طلعت عين الارجنتين في دور 16 اللي هو اول ماتش بعد المجموعات، طلعت عينيهم، وميسي اللي جاب لهم الجول، كانت 1-1 تقريبا او 0-0 مش متذكر، وكسبوا فرق 1 جول ميسي خلاص. انا كنت شايف كده ان هي استراليا هتتعبنا وممكن تعدي، استراليا غلسه، كسبنا استراليا الحمد لله. فاحنا عندنا حاجه. قصدك نيوزيلندا؟ لا احنا تاهلنا من المجموعات خلاص. ماشي. فانت كسبت استراليا، فانت عندك ست حاجه. بلانتيات. لا انت واقف على الارض وعندك تيم وفي خطه، وشوفنا حاجات بتحصل في الملعب كل ماتش. جميل. طلعت الارجنتين، قلت خلاص يا باشا يا باشا انا حلمت يا باشا وتحقق حلمي، انا كاني خدت كاس عالم، وحسام رفع علم فلسطين والكلام ده كله، يقول له احنا خدنا كاس عالم، اكسبيني يا ارجنتين 10، قطعي وشي يا ارجنتين، قلعينا في الملعب، ما عندناش مشكله، مش عايزين حاجه. ادخل ماتش الارجنتين اديها 1 في الثاني يتلغى، الارجنتين تتعادل بقى، لا اديها الثالث، لا اخد تاني، لا تديها 1 صد بلانتي من ميسي، وتديها الثاني ويتلغى، واجيب اخوه وتجيب الثالث اخوه من نفس الشخص يعني خلاص، وتوصلني للدقيقه 80 نحط نقطه بقى، انا عايز اعيش الوقت ده تاني، عايز اعيش 80 دقيقه تاني. يعني انا عايز ارجع كده، انا حياتي فيديو دلوقتي، عايز ارجع لحد الدقيقه 80 وافضل دايس بوس وافضل مبسوط، هذا عمل كده بس، وسيبوني شويه بس، وراح نقول قاطع. بس هترجعها صح لحد الدقيقه 79 بس. لا يا حبيبي كانت 79 وكسور، كنت انت في الدقيقه 80. رجعها في ال 79 عشان لو جت ال 80 انت هتبقى زعلان. حتى لو 80 مرة. لا 2-0 على الارجنتين. يعني انت خد بالك، يعني برضه كانت ممكن تبقى 3 يعني، فاهم؟ لو الراجل ما كانش رجع ال 2 كيلو اللي رجعهم ورا ده في الفار، وما كانش شاف. اعرف دي كانت تتاح فرصه مثلا من اول ما يا عم هو في قوانين كده، انا يعني بدون الدخول في كميه تفاصيل، الراجل ده لو ما كانش رجع للفار ال 2 متر دول، ال 90 متر دول، كانت هتبقى 3 يعني. انت لحد الدقيقه 80 كنت ممكن تبقى 3. ما انت يعني احنا دلوقتي بنحلم، يعني احنا في حته حلم، ما تقولش هي مش 3. لا يا عم احنا بنحلم، كانت ممكن تبقى 3
صفر. طب هل انت متخيل انت كنت ممكن تكسب الارجنتين؟ لا. انت كنت متخيل انت تجيب اكتر من جون في الارجنتين؟ اجعص واحد كان في القعده قال لك 3-1. الارجنتين انت كنت مراهن على تيشيرت ب 3-1. تمام، فرق الجون يعني. انت جون كنت تجي لنا بتيشيرت. بس كان من ضمن التوقعات ان مين اول جون هيجي. ياسر ابراهيم جاب اول جون، دي اصلا ما كانش حد هيتوقعها ابدا دي. ياسر ابراهيم ما يتوقعش. عارف مين الكسبانين من اليوم ده؟ المراهنين اللي توقعوا صح للارجنتين وتعشوا في مثلا في صفحات اكل مثلا. الناس دي بدات متعشيه يا باشا، يعني هو زعلان بس متعشي. في ناس بدات زعلانه وجعانه. فالواحد بعد كده يتعلم ان هو يخش يتوقع ويجيب اهله كلهم يتوقعوا، عشان لو حصل في الامور امور تبقى عندك حاجه تاكلها، ما تنامش على معده فاضيه. خلاص يا صاحبي. انا عندي بس ايه، عندي مشكله ان انت مش هنروح للتحكيم. ممكن ما نروحش للتحكيم، هنتكلم بس في كونسيبت معين. انت كان ممكن تمشي الماتش في اخر 10 دقائق او اخر ربع ساعه دول بكل الكلاحه اللي اتعلمناها في العالم في حياتنا من ساعه ما ال11 لعيب في الملعب دول اتولدوا لحد اليوم الماتش. اي كلاحه اتعلمتها اعملها النهارده. ده رقم واحد. رقم اتنين، تغييرات الكابتن حسام حسن. انا بس عايز اقول حاجه. حسام حسن اتعامل معاه اكشن كده من اتحاد الكوره، حاجه زي تكريم شيك كده قبل ما يوصل مصر بتجديد عقده. يعني هنقول في الاخر التفاصيل، في تفصيله معينه كده في عقده هنحكي فيها هقول لكم تعليق عليها وهي عجباني في ايه ومش عجباني في ايه. جميل. فانت عندك اللعيبه فقدت التركيز، حسام حسن غير غلط، اللعيبه واقفه في الملعب غلط، حط افراد غلط في اماكن المفروض ما كانتش تتحط فيها. فاحنا رحنا بقى للنتيجه الكارثيه دي. غير ان في حاجه بقى. اللعيب رقم 10 في الارجنتين، مش عايز اقول اسمه، هو محقون، هو مش طبيعي. فما ينفعش حد بالهيستوري دي اللي انت عارفها عنه يروح في المكان ده في الملعب في الوقت ده وترمي عليه تريزيجيه. خلاص. انا طبعا كل ما افتح التليفون في اي وقت اشوف ريلز واشوف فيديوهات يعني شفت حاجات كتير قوي مش عايز اشوفها بس للاسف شفتها. الجون اللي ميسي، التعادل بتاع ميسي، والجون اللي مرفوع اللي هو الجون الجون الاولاني اللي ميسي عمله ورفعه الروميرو، والجون الثاني جايين من نفس المكان. جميل. طيب انت دخل فيك الجون الاول من مكان تريزيجيه. انت مدرب اهو، انت مدرب عظيم، عندك خرم سده، جالك جون منه سده، سدتوش صح؟ سدتوش. طيب الجون الثاني بقى هبقى ابعت لكم الفيديو ده. ميسي رفع اوفر جاب بطن مهند لاشين، هو تريزيجيه كانوا واقفين قدام ميسي عاملين حيطه، رفع الاوفر راح جايب بطن مهند لاشين، قام ماسك بطنه وتريزيجيه سرح دخل لقدام، مهند لاشين بيشتكي من البتاع. الكره اترفعت تاني بعد ما اتردت من بطن مهند، اترفعت تاني، ميسي رفعها جوه وراح اخد بعضه وداخل لجوه. يعني هو رفع الاوفر وراح وراه، مهند ماسك بطنه وتريزيجيه دخل لقدام عشان لو في هجمه مرتده ياخدها هو تتلعب له، وميسي داخل جوه. ميسي داخل الكره في الهواء، يعني هو باعتها ورايح وراها وراح وقف في الحته اللي الكره نزلت فيها وحط الجون التعادل. جميل. كده جونين من نفس المكان. الجون الثالث منين؟ من نفس المكان. لو طاروا راح برضو هجمه مرتده واحنا فاتحين ورا بقى على الاخر. انا عايز اقول لك حاجه، انت 2-2 صح؟ مش انت 2-2 وفاضل دقيقتين والحكم يصفر تخش بتاع ده اكسترا تايم، نص ساعه بالدم واحنا كنا ممكن في النص ده دي نعمل حاجه. موت بقى دقيقتين. مش هقول لك بقى ايه ال10 دقايق والربع ساعه اللي هم الدقيقه 80، لا خلاص انت فقدت كل حاجه. انت التقدم بتاع الارجنتين ده اتعادلت معاك وواكلاك، ارجع بقى. انت رايح فين؟ احنا بنتكلم في بلانتي لصلاح، وبعدين بلانتي شد فانيلا الحمد لله، واحنا قدام ليه اصلا؟ احنا كلنا واقعين، كله خلاص بيعض في لسانه، ما حدش شايف قدامه. احنا بنعمل ايه قدام؟ لو طاروا راح من الناحيه اللي هي اللي دخل منها الجولين الاولانيين، رفع الاوفر، طبعا ياسر ابراهيم مش موجود اصلا خلاص فقد تركيزه، الجول الاول منه والجول الثالث منه، شكرا روحنا. انا بتكلم على اخطاء. انا بعد ما فوقنا من بقى قصه فلسطين والمؤامرات والحكام والفار، واحنا رجعت لهم في جونهم لغيته وجولنا لغيته وما رجعتلناش، احنا عندنا اخطاء ماشي. لما تيجي بقى تسيب الاخطاء على جنب وترجع بقى للقصص الثانيه بقى والمؤامرات وكده، دي موجوده برضه. انا عندي كونسبت معين. ايه الكونسبت المعين؟ انت حكم، انت عبد الرحمن حكم وبتحكم ماتش الارجنتين ضد مصر، وجاء قرار تحكيمي مصيري. التحكيم المصيري ده فيه امكانيه غلط. الغلط ده تغلطه لمصر ولا تغلطه لميسي؟
اللاعب رقم 10، انا اسف، اللاعب رقم 10 في الارجنتين. صح. استنى، انت حكم اهو، وعندك هامش فساد، عندك هامش استعداد للفساد. ما هو انت ما عندكش، فانت عندك غلط تحكيمي، تغلطوا لميسي للارجنتين ولا تغلطوا لمصر؟ الاجابه ايه؟ لا انا عايز اسمع رايكم والله. انا محدش هيتكلم. هو انت الماتش اثر عليك للدرجه محدش هيرد؟ لا عايز اسمع رايكم انتوا الاثنين. تمام، احنا الاثنين. ايه يا عم؟ لازم تنزل صورة مصر مع منتخب سويسرا بقى وتقول احنا اخيرا هنلاعب منتخب سويسرا. لو كنا كسبنا الارجنتين كنت اتجننت ولا لا انا بالنسبه لي لو انا فاسد، مين اللي دافع؟ انت حكم، لا انت حكم فاسد. مين اللي حكم دافع؟ الماتش ده. ماشي، مين دافع؟ تظلم مين؟ اللي دافع. تظلم مين؟ اللي دافع، لا اللي اظلمه اللي ما دفعش. ماشي، وانت ماشي. انا اللي هي تتقال بقى بايه؟ اظلم اللي هو الضعيف، اللي مش مشهور، اللي مش هيأذيني بعد كده، اللي خروجه من البطوله مش هيعمل لي وجع قلب. ده عامل له وجع دماغ في الفيسبوك دلوقتي. بجد سفين ابو عيلته، امه وابوه وخالته وجوز خالته ورقم تليفونه. بقول لك ايه، مرات بنت خالة حاجه كده، اللي هو انت عرفت منين الشجره؟ يعني انت جبت الشجره منين؟ لا يا جدعان احنا جبارين والله، احنا جبارين. وابوه طلع قال لك يا عم مش ابني، فاهم؟ انت شفت اصلا جابوا جدته طلع شبه ميسي. قال لك السبب اهو، والله هجيب لكم صورتها، بحط صورتها دي بعتها لك. انا بس عندي، يعني انت اتكلمت. لا انا المبدا اللي انا بقوله ان انت حكم فتظلم مصر، فالارجنتين تصعد، بعد البطوله التاريخ هيقول ايه؟ الارجنتين كسبت مصر وصعدت، محدش هيدور ازاي حصل، ايه حكايه الماتش ايه، لا. لكن العكس، انت ظلمت الارجنتين ومصر عدت، او اديت مصر حقها فمصر كسبت بمجهودها، هيجي بقى يقول لك ايه ده؟ ايه اللي حصل في الماتش؟ مصر تكسب وريني كده. ده حصل، ويدوروا وراك ويتكلموا عليك وبتاع. فالدنيا حصلت سموث كده، عدت وكده، عشان اسمهم هو اللي ايه خلانا نروح للي احنا فيه. غير ان انت خسرت التعاطف برضو بسبب تصريحات حسام حسن. يعني تصريحات حسام حسن دي، انت عارف ان هم الناس التانية دي، يعني اللي هم ربنا ينتقم منهم، الخنازير دول، لوبي قوي جدا وايده في كل حاجه. عليه هو كده داخل النار ده. فهو ينفع يبقى ايده في كل حاجه. فانت خسرت تعاطف كل العالم وكل المنظمات وكل الباور اللي في ايدين اي حد. جوارديولا لما طلع وقال برضه في الشعب الفلسطيني ما قاعد في البيت خلاص، يعني تمام، يعني قاعد في البيت. حسام حسن جاي بيقول نفس الكلام، فاهم؟ لا انا بس مثلا بين جوارديولا، معلش انا بس عندي، يعني انت عايز تزود حاجه؟ قول عشان اقفل بحته عقد حسام حسن ونتفرج على الماتش المغرب. طيب احنا بس هنرجع كام خطوه. في الاول غلط من حسام حسن في اختيار ناس في التشكيل، تمام؟ يعني احنا برضو هنجيبها في الاول. انا مع التشكيله كلها، بس مثلا الحارس الرابع اتكلمنا فيه قبل كده، هو اصلا كده كنت ممكن تزوده من غير ما تاخد مكانه. باكات مثلا كان، ما انا هقول ما انا هقول في مثلا لعيبه ما كانش ينفع تتاخد زي عبد المنعم على سبيل المثال. كريم حافظ، يعني واحد لعب ماتش جه في الدقيقه 70 وهنج. يعني خلينا برضو نقول 80% من التشكيله المختاره بعد ما لعبت اكتشفنا ان هو صح، بس في 20% كانت ممكن تديك باور اعلى، ان انت تجيب قلب دفاع احسن، مش قلب دفاع واحد، 2 كمان، انت كده بتدافع، فكنت لازم تجيب 2 وباكات تنفع تجري مع اللعيبه. تمام؟ حصل ان انت بدات تخسر من 80%، 10% بخروج فتوح اللي قدم مباراتين عظمه، محدش يقدر ينكر الموضوع ده. فانت جاي مكان واحد، بنرجع نقول لعب ماتش واحد هنج. تمام؟ هل انت بس هو بسرعه كده، هو لعب ماتش حلو قدام الارجنتين جميل، بس هنج. واللعيبه كلها كانت لعبه. لا ثانيه واحده بس، انا بتكلم 100% منتقدها. حلو. ما انا بس عايزين بس نرجع للحته، هنرجع للحته دي دلوقتي. تمام؟ لعب ماتش واحد هنج، لعب الماتش الثاني هنرجع للحته بتاعت اصل الدقيقه 80 احنا هبطنا ورحنا ودخلنا، هاجيلها واحده واحده. فانت خسرت بسبب اختيار في التشكيله من الاول. فتوح خرج، عبد المنعم خرج في ماتش الارجنتين بعد ما الناس، ما انت استراليا دي جابت جاز منك. يعني انت لو فاكرين ماتش استراليا، انت لعب 120 دقيقه، انت اللعيبه يعني اللعيبه بتجري بتمشي جنبك وانت بتجري، ما هو اللعيبه رجلها 90 متر، هي بتمشي وانت بتجري، فانت مستنزف
انت كسبان استراليا بطلوع الروح، فاصلا اللعيبه مستنزفه، بعدها ب3 4 ايام انت رايح تلعب الارجنتين، يعني من ال50 على العالم للاول على العالم، فاهم انت ايه يعني الحوار صعب جدا بالنسبه للعيبه. فاختيار تاني، اختيار ال 22 لعيب اثر بشكل كبير على ماتش الارجنتين. طيب لو كنا عندنا لعيبه مكان عبد المنعم، ولعيبه تسند مع هيثم حسن، ولعيبه تسند مع اسمه ايه فتوح، الثلاث لعيبه دول لو انت وصلت للدقيقه 70 كان ممكن تلاقي حلول عندك بره. انت المشكله انت لاعب ماتش ايران بكام لعيب جديد، ولما الدنيا قلبت عليك رحت مرجع الخطه القديمه وانزلوا ما تخسروش. فانت كان عندك مشكله. ده انا شايف ان ده ممكن يكون سبب الخساره الاول، هو في لعيبه ما اتبرمجتش صح، يعني ما مع اعترافنا الكامل ان اللعيبه دي ادت ما عليها، واللعيبه دي اتدربت صح، والناس دي كلها شافت شغلها، الكلام ده لا غبار عليه. انا دلوقتي بتكلم على كان ممكن في ماتش الارجنتين يحصل تغييرات، خصوصا بعد ما اسمه ايه هيثم حسن خرج وامام عاشور خرج. انت عندك النهارده فردتين، انت يعني دول فردتين كانوا بيمشوا الملعب قدام، انت الاثنين دول خرجوا، انت ما شفتش قدام ده، انت حرفيا ما شفتش قدام غير في الهجمه مرتده ولا حاجه وخلاص. انت هيثم حسن كان ماسك اللعيبه مع امام عاشور، احنا مش مصدقين ان احنا بنهاجم، فجاه هيثم حسن امام عاشور خرج، فهيثم حسن شال الجنب اليمين لوحده، بعد طبعا ما عمل البلانت وتصد كان هبط حبه، وبعد كده رجع تاني وعمل اللمه وعمل الحركات وبتاع. هيثم حسن لما خرج انت خلصت، هتنزل مين؟ هل هتنزل تريزيجيه؟ ما يعني انا مش شايف ان تريزيجيه كان تاثيره زي هيثم حسن. هل هتنزل زيزو؟ نفس الكلام. هل هتنزل مين بقى؟ مفيش. هو انت طالما ما عندكش البديل يبقى لازم تغير الخطه، ترجع تقفل بقى، تحافظ على الموجود. جميل. ما عندكش البديل. انت في ماتش استراليا حسام حسن رجع لحسام حسن المصري في 10 دقائق، لما نزل حسام عبد المجيد في نص الملعب، ويعني الدنيا ما عادتش مفهومه. لما لقى نفسه ان هو فعلا يعني الناس يعني اللعيبه مش لاقيه بعض، راح رجع بكل بساطه العب لي 3-5-2، طلع لي الباكات والدنيا، وساعتها مسكنا الكوره والدنيا كانت احسن. فانت من الاول كنت المفروض تختار اللعيبه اللي لو والله حصل مشكله في الخطه بتاعت 4-4-2 هيبقى اعرف العب ب3-5-2 هنا، اعرف العب ب5-3-2، اعرف العب بايه. هرد على الحته دي. هو اكتشف الطريقه جوه البطوله، اكتشف الطريقه جوه البطوله، اكتشفها بره البطوله يعني في الاخر. ينفع بقى البطوله الجايه افريقيا مثلا اللي هي بتاعت 2027 دي، يبقى هو عارف خلاص وصل لطريقه لعب فيختار اللعيبه اللي تناسب طريقته. هو ما كانش 27. انت المشكله الاكبر ان انت لو لعبت بنفس اللعيبه دي. لا هو الوقت بقول لك هو وصل لطريقه ووصل لفرقه هو شايفها ان دي اللي نجحت معانا، واحنا كلنا شفنا كده، فاختار بقى اللعيبه اللي تناسبك. ما هي برضه اللعيبه لازم تختلف. هو يظبط بقى. انا قصدي ان هو ما ياخدش ويجرب جوه بطوله تاني، لا خلاص احنا وصلنا للفورمه بتاعتنا. جميل. انا مش شايف الاسباب اللي انت بتقولها، انا مش شايف انها سبب الخساره، لان انت النهارده عندك مدرب بره ما عندوش حلول، يعني مفيش حلول بره هو السبب فيها. يعني مش بقول ان حسام حسن اتحط قدام امر واقع، لا هو السبب، هو اللي مختار ال20 لعيب واحنا تمام معاه، فهو السبب في الاختيار بتاع اللعيبه. فانت لما وصلت للدقيقه 80 متاخد منك مكسور منك 2 اصابه، والدنيا بدات. لو رجعت تاني اخر 10 دقائق كريم هتلاقي ان مفيش لعيب فاهم ايه اللي بيحصل. وحسام حسن مش فاهم برضه. لا يعني ده لا مش من بدايه الاجوان. لا يعني هو داخل ماتش الارجنتين محفظهم طريقه لعب، الطريقه دي صح. هو الناس كلها مجمعه ان هي ال 80 دقيقه اللعب دول الطريقه دي صح، وفرطت في الاخر بقى. لما هو ميسي مكانه اتغير التشكيله بتاعتهم اصلا اتغيرت، مش دي. هم فضلوا يلعبوا بنفس الطريقه اللي هم كانوا بيلعبوا. بص ثانيه واحده بس. في 8 من الاهلي كانوا في المنتخب، تمام؟ ال8 دول على الاقل 4-5 منهم لعبوا ميسي مرتين، تمام؟ فان يغير او يروح او يجي او الكلام ده، معلش حمدي فتحي ومروان عطيه وياسر ابراهيم هم عارفين ان هو هيروح وهيتضربوا وهيقفلوا وبتاع. المشكله مش هنا، المشكله انت مستنزف 120 دقيقه وبتلعب بنفس اللعيبه قصاد الارجنتين، متاخد منك 2 بدني. كريم حافظ بالجنب الثاني، كريم حافظ هو اخره 70 دقيقه خلاص، هو رايح وجاي ورايح وجاي، فهو اخره. فانت هو هنا بقى، هنا المفروض
كان يحصل بقى ايه الماجيك، فاهم؟ تخرج لي بقى الهجوم كله، يعني صلاح بتريزيجيه كنت اقول لك كده، تخرج بقى كل ده، تمام؟ لان انت عندك ورا هم فعلا مش شايفين، انا النهارده 80 دقيقه 2-0 عامل هجمات ولعب 120 دقيقه قبل كده وكسبان بلانتيات ومحطوط تحت ضغط بقى. شوف الضغط الاكبر ده ممكن ما حدش يكون فكر فيها، الضغط الاكبر ان هم محطوطين تحت ضغط ان احنا فاضل لنا 10 دقائق بس ونكسب الارجنتين. ما هو ده ضغط رهيب يعني ده ضغط رهيب ان انت تبقى كسبان 2-0 ده وتتحط قدام الارجنتين انت تكسب خلاص فاضل 10 دقائق، ده ضغط رهيب، تمام؟ فانت محطوط كل تحت الضغط ده، سيبك بقى من الهجوم، خلاص هي خلصت. فلما جه الاولاني فكر حسام حسن راح فين؟ تمام احنا زي ما احنا، ليه؟ لان انا محتاج ان انا ارجع تاني 3-1. انا ما عنديش ناس بره، ما عنديش ناس تحقق كفاءه اخر 5 دقائق. انا متاكد ان كان في الدقيقه 85 هيغير ال5 تبديلات، فاهم؟ ولا ال3 تبديلات اللي فاضلين ويقوم ده كان هيعملها هو بالطريقه الافريقيه الجميله، 3 مرات كل واحد ياخد له دقيقه رايح دقيقه راجع وخلص. هو كان هيحصل، بس لما جه الجون قال لك طب تمام ماشي. لما جه الجون الثاني قال لك انا مش هعمل اي تغيير، ليه؟ اصل انا رايح اكسترا تايم، فانا محتاج ال4 تغييرات. اللي ما حدش فاهمه الجون الثالث اللي دخل، وطبعا بالمؤامرات ومش عارف ايه الكلام ده، دي جت على دي جت على دي جت على دي، فخلاص هي الدنيا راحت. بس مجمل الاحداث زي ما كريم قال في الاول، انت ما كنتش عامل حسابك اصلا انت هتوصل للدقيقه 80 دي. هم اللعيبه انا شايف ان هم عملوا اللي عليهم، والمدرب عمل 80% من اللي عليه، 20% راح 10% اختيارات و10% تبديلات في اخر 10 دقائق. في المجمل في مؤامرات ما حدش يقدر ينكر من كل الجوانب وكل اللعيبه وكل المحللين وكل الناس في الدنيا طلع راح قال لك يا جماعه في كارثه بتحصل، فمش 2 في 3 بونت اللي قاعدين هم اللي هيقولوا ان مفيش مؤامرات، لا هو في مؤامره، تمام؟ اختيارات غلط حصلت في الاول، دي برده كان من سبب. وخد بالك احنا كنا كسبنا الارجنتين ما كناش هنكسب سويسرا، لان البدني بتاعك هيبقى تحت الصفر والعشم بتاعك هيبقى فوق ال 100%، وكمصريين معروفين حوالين العالم هتبتدي تجيب الاعلام وتفرش لك الشارع ابيض في احمر في اسود، والفنانين يسافروا، والفنان بقى يقوم طلع لك فيفي عبده على امريكا وكنت دي كانت هتبقى بقى يعني دي كانت هتبقى اوحش، لان دي سويسرا يعني، فاهم؟ سويسرا عندها لبن بس تقريبا وفخدها بيضه برضه. المهم انت تمام كده. طب انا هقول حاجتين بسرعه قبل ما نقفل. الحاجه الاولانيه انا مش من مشجعين الارجنتين، واللاعب رقم 10 في الارجنتين بقى لي 20 سنه، ويوم ماتش مصر ده كشف لي حاجات كتير. فانا عايز انصح نصيحه كده عشان ما حدش يقع ايه من لو بيتفرج عليا شباب صغير ولا حاجه. ما حدش يشجع الناس دي بدمه وبقلبه وبوطنه وبدينه وبعقيدته والكلام ده. الناس دي ليها تفكير تاني ومش شايفانا خالص. انا اتفاجئت بموضوع تشجيع الارجنتينيين ودعمهم للخنازير في الماتش اللي فات ده بالطريقه دي، ورئيسهم وحكومتهم والكلام ده كله. ومش شايف انها حاجه ما تشرفناش ان حد فينا عربي ولا مصري يبقى متعاطف مع الناس دي او بيشجع منتخب زي ده ليه ميول زي دي. فالكوره دي يعني نتفرج على الكوره ان هي حاجه زي انت لما تطلع تليفونك وانت زهقان تلعب جيم، حاجه بتسليك. اتفرجت على اللعيب رقم 10 ده وهو بيكسب كاس عالم بيرقص بيجيب فاول، جميل والله، حاجه جميله عجبتني. ما نخشش بقى ان احنا نمسك في بعض ونخش في اعراض ونشتم وانت بتشجع مين وانا بشجع مين. الكلام ده يا جماعه غلط، الكلام ده مش صح. الواحد فاق جدا يعني، اتمنى الناس كلها تكون فاقت في ماتش مصر والارجنتين اللي فات ده بسبب الموضوع ده. الحاجه الثانيه، حسام حسن بسرعه كده، اتحاد الكوره جدد له عقده قبل ما يرجع مصر، يعني تقريبا منه على اللي هو عمله. حسام حسن اتكلم كتير قوي ان هو مرتبه مليون او حاجه زي كده، الاتحاد الكوره جدد له عقده ب 2 مليون، الدبل 100% زياده خلاص. طيب ده الحلو، ده تكريم للراجل. طب اللي مش حلو ايه او بالنسبه لحسام حسن، ان حسام حسن اتحط له بند في عقده ان هو يصعد بمصر كاس عالم اللي جايه اتليست الربع نهائي ونص نهائي كاس افريقيا اللي جاي. خلاص ده الحاجه اللي هي مش حلوه لحسام حسن. لو ما عملش حاجه من الاثنين دول العقد لاغي، يرجع تاني للعقد القديم خلاص. فدي ايه، هم ادوا له المكافاه وايه ايديهم بتسحبها منه خلاص. انا شايف حاجه بعد اللي مصر عملته ده، بعد البرفورمانس اللي احنا وصلناه وتشكيله وروح الناس واللعيبه وانسجامهم مع بعض، احنا ما فيش حاجه اسمها نص نهائي بطوله افريقيا. انت تروح تلعب على البطوله بغض النظر ان احنا مش عايزين نقابل السنغال،
السنغال دي امر بره الكوره. السنه الجايه الناس هتبقى 36 و37 و35 ايه يا سيدي هتعمل دم جديد بقى، ومعاك حمزه ومعاك اشباه، وهتروح تجنس بقى ناس، والناس تتعب شويه وتشتغل بقى، تشتغل بروفيشنال شويه زي المغرب ما بتعمل كده. خلاص، فاحنا حته ان احنا سيمي فاينال والكلام ده، لا اديني بقى بطوله بقى، العب على بطوله بقى، وعايزين افريقيا تاني. بقى لنا 16 سنه ما خدناهاش. بس دي الحاجه اللي كنت عايز اقولها بسرعه على عقد كابتن حسام حسن، وعلى موضوع تشجيع اللي يتسموا دول. انا خلصت. ماشي. عامة ما تتوقعش ان احنا ممكن نعمل فيديوهات كتير الفترة الجاية، عشان احنا ما عندناش طاقة، ما عندناش اي حاجة. ازاي تقول الخبر زي ده؟ الناس هتزعل جدا. الناس ما بتنامش الا لما احنا ننزل الفيديو. السلام عليكم. بس